يا الله يا اخي، ده سؤال صعب شديد، احتمال اصعب سؤال مر علينا كلنا. هل حاسمع كلام امي وابقى دكتور، ولا اقرا احسن قرايه في السودان وهي الهندسه؟ طيب ما تبقى رسام يا اخي. رسام؟ عاوز اعرفكم بمصعب زكريا. يو انا مصعب، انا بحب الرسم. مصعب بيعرف يرسم. لا لا ما كده، مصعب ابعد من احترف مصعب الفن التشكيلي وتخصص في التراث السوداني، وبيجي يعكس من خلال لوحاته ثقافاتنا وعاداتنا. وما كده وبس، كمان صمم لعدد من الألعاب المعروفة شخصيات سودانية. لكن اتدمرت كل أحلام مصعب في لحظة واحدة. ده طبعا يعني حاجه كده مؤلمه جدا، انه كيف يكون ابوك استاذ جامعي في نفس الوقت عميد بتاع كليه قد الدنيا حسب الناس اللي بيقولوا، فيجي ولده يقول عايز يقرا فنون جميله حسب رايهم يعني. فوقت داك حاجه كده بتحسبها كانه عار او كانه حاجه غلط. لا مفترض ما يكون كده. انت ولدك يعني مفترض يكون يقرا حاجه، يقرا طب، يقرا هندسه عشان يكون في مقامك. زي اي واحد فينا قرر يخالف اللي حوالينه. تعرض مصعب لكمية من الضغوطات والتنمر حتى من أقرب الناس له، وعاش في دوامة من الضيق والحزن لدرجة إنه حرفيا قرر يخلي الرسم. لكن مصعب قرر إنه ما يتخلى عن الشغف حقه، واتخذ أصعب قرار في حياته كلها. بعد سنتين من وقفتي للرسم قررت حرفيا انه اركب راس مع اي زول كان بقول لي الرسم ما هيفيدك. وفي النهايه الناس زمان كانوا بيقولوا الرسم ما هيفيدك، حاليا بقوا بيقفلوا احتراما للحاجه اللي انا قاعد اعملها. حاليا مصعب اشتغل مع أكثر من 56 شركة حول العالم، وتحصل على جوائز عالمية ونادرة. وما كده وبس، كمان سافر اليابان وبقى ينافس اليابانيين في شغله. المجتمع السوداني حاصل اي حاجه في الهندسه والطب، بالرغم انه في مجالات ثانيه العالم محتاج لها. انت ليه ما تجري ورا شغفك ده والحاجه اللي بتحبها؟ في النهايه الحاجه دي حقتك انت ما حقتهم. وببساطة شديدة، لو انت عايز تبقى زي مصعب في اي مجال ما عليك الا به تختار الحاجه اللي انت تحبها، تطور نفسك، تواكب العالم في التطور بتاع مجالك. والرابع واهم شيء ما تشتغل بكلام اي زول الا زول بكده. انا عاوزك للحظة واحدة بس تنسى كل كلام الناس اللي حواليك وتبدأ تسمع لنفسك، تعرف اكتر عن مختلف المجالات والفرص اللي ممكن تجيك، وتكون واعي اكتر لمهاراتك وقدراتك. وصدقني في الوقت ده كل قراراتك حتكون صح. وبمناسبة الاختيارات الصح، عايز اعرفكم بسايبر جروب، وتحديدا تطبيقهم سايبر بي، وهو تطبيق لتسهيل كل معاملاتك المالية، سواء كان تحويل أموال بين الحسابات أو شراء خدمات، وحتى التبرعات للأعمال الخيرية وغيرها من الخدمات. وكمان عندهم مسابقة رمضانية بجوائز كبيرة في صفحتهم، فما تنسوا تشوفوها. انا وزن الفحل، اشوفكم الفيديو الجاي. يا ساتر بطارياتي.